السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هنعرف اهم 7 دوال في الاكسل. الفيديو متقسم اجزاء، كل داله هتلاقيها في جزء علشان يبقى سهل عليك ان انت ترجع لجزء معين انت محتاجه. هتلاقي التقسيم ده في وصف الفيديو. اختار الداله اللي انت محتاجها، ولو انت لسه مبتدئ في الاكسل اتفرج على الفيديو ده بالكامل. اول داله معانا هي داله الصم. الداله دي في اكتر من طريقه ممكن تشتغل بيها لو عندك ارقام كتير في جدول وعايز تجمع الارقام دي. اول طريقه هتستدعي داله صم علشان تشتغل معاه. اقف في الخليه اللي عايز تطلع فيها الناتج، وبعدين هستدعي الداله بتاعه الجمع اللي هي داله صم. هروح قائمه هوم عند السيجما، افتح الصم، اول داله خالص اللي هي داله صم، دوس عليها. المفروض داله صم اوتوماتيك هتحدد كل الارقام اللي فوقيها. طب هي لو ما عملتش كده او لو كانت محدده لي ارقام بعيد عن المكان اللي انا عايز اجمع منه، هعمل ايه؟ روح اقف في اول الجدول، هتحدد انت الارقام الصح. طب ده الارقام دي كتير قوي، هقعد انا احدد كده؟ في طريقه اسهل. اقف على اول رقم انت عايز تجمعه، وبعدين هتدوس على كنترول شيفت سهم لتحت، هيحدد كل العمود ده اوتوماتيك. بعد كده دوس انتر، كده انت طلعت الناتج. دي الطريقه الاولى للجمع. طيب في طرق تانية للجمع. في طريقه تانية علشان تستخدم بيها داله الصم الجمع، بس بطريقه اسهل واسرع. ازاي؟ برضو رقم واحد اقف في الخليه اللي عايز تطلع فيها الناتج. رقم اتنين هتدوس على الالت مع الزائد، اوتوماتيك هيستدعي داله الصم وبرضو هيحدد الارقام اللي فوقيها، وبعدين انتر علشان تطلع الناتج. دي اسرع طريقه علشان تعمل بيها جمع في الاكسل. تاني داله معانا وهي داله افريج. ازاي تجيب المتوسط الحسابي؟ هشتغل بالداله ازاي؟ نفس الفكره، هتقف في الخليه اللي عايز تطلع فيها الناتج، وبعد كده هتستدعي داله افريج من قائمه هوم، وبعدين تفتح السهم بتاع السيجما، وبعدين تختار الداله من هنا وتحدد الارقام. لو هي متحدده صح تمام، مش متحدده زي ما احنا اتعودنا هندوس على كنترول شيفت سهم لتحت علشان احدد الارقام، وبعد كده بدوس ان. طيب لو الناتج طلع معاك بالمنظر ده وانت عايزه عدد صحيح، مش عايز فيه علامه عشريه، هتعمل ايه؟ حدد الخليه، بعد كده هتروح من قائمه هوم دوس على الاداه دي. كل ما تدوس مره بتشيل رقم بعد العلامه العشريه لغايه ما توصل لعدد صحيح. اللي جنبها دي بتعمل العكس، بتزود رقم بعد العلامه العشريه. انا عايز الرقم صحيح، فانا هقعد ادوس على الاداه دي لغايه ما يبقى الرقم صحيح. تالت داله معانا وهي داله اف. داله اف من الدوال المهمه جدا جدا في الاكسل. الداله دي مشروحه في فيديو منفصل، هسيب لكم الرابط في وصف الفيديو. طيب تعالوا نشوف في المساله مطلوب مننا ايه. مطلوب الاداء بتاع كل منتج. احسب اداء المنتج بحيث اذا كانت المبيعات للمنتج ده اصغر من 500 جنيه يتكتب لي في الخانه دي عادي، ولو غير كده او اكتر من كده يعني يتكتب لي ممتاز. طب اعمل الكلام ده ازاي؟ انا في الطبيعي كنت هعمل ايه؟ كنت هبص هنا على المنتج ده والاقيه 200. 200 دي اصغر من 500 ولا اكبر؟ اصغر، يبقى هكتب فيها عادي بايدي كده. بس الموضوع كان هياخد مني وقت ومجهود كبير قوي. في الحاله دي انا هستدعي داله اف عشان تساعدني انها تتخذ عني القرار وتحل المساله لوحدها. هستدعي داله اف وبعدين هنشوف هنعمل ايه. اقف في الخليه اللي عايز تطلع فيها الناتج، هقف في اول خليه مطلوب فيها الاداء، بعد كده هستدعي داله اف. في اكتر من طريقه علشان تستدعي الدوال، يا اما تفتح انسيرت فانكشن وتقعد تدور على الداله. لو انت ما لقيتهاش هنا في الموست ريسنتلي، غالبا انت مش بتستخدمها كتير، فهتروح على اول شوف الداله اللي انت عايزها. علشان تسهل عليك البحث غير لغه الكتابه للانجليش ودوس على حرف الاي اللي هي اول الاف، بعد كده اقول اوكي، هتستدعي داله اف. بس بصراحه الطريقه دي طريقه متعبه قوي، ان انا اقعد ادور كده على الداله دي حاجه متعبه. في طريقه اسهل، في طريقه مختصره شويه علشان تستدعي بيها الداله. اقف في الخليه اللي عايز تطلع فيها الناتج وتستدعي فيها داله اف، وبعدين دوس يساوي، وبعدين اكتب اسم الداله. هتلاقيها ظهرت معاك اهي، اعمل دبل كليك عليها هتلاقيها اتكتبت معاك وفتحت قوس. اول ما تعمل كده دوس على انسيرت فانكشن، كده انت استدعيت المطالب بتاعه الداله على طول. احنا كده اختصرنا انك انت تقعد تدور على الداله. اول ما بتستدعي داله اف بتطلب منك 3 حاجات. ايه هو الشرط بتاعك، والشرط لو اتحقق اعمل لك ايه، والشرط لو ما اتحققش اعمل لك ايه. لو ما اديتهاش الثلاث مطالب دول مش هتشتغل معاك اف. لوجيكال تيست الشرط ايه، فاليو اف ترو لو الشرط اتحقق اعمل ايه، فاليو اف فولس لو الشرط ما اتحققش اعمل ايه. طيب تعال نشوف هنطلع الثلاث مطالب دول ازاي. اول حاجه الشرط عندي اذا كان مبيعات المنتج اصغر من 500. طيب الكلام ده مش هيفهمه الاكسل، لازم احول الكلام ده لحاجه الاكسل يفهمها. الاكسل بيفهم ايه؟ الاكسل بيفهم اسم خليه. الخليه اللي فيها مبيعات المنتج فين اهي، طبعا المنتج اللي قدام الاداء، يعني مش هروح اختار المنتج الثاني ده، مش هروح اختار ده، هروح اختار المنتج الاول ده. طيب يبقى انا اخترت المنتج ها بقى، وبعدين ما هو بيقول لك اهو اصغر من 500، اعملها ازاي دي؟ هو ده كده الشرط خلص. انا رحت قلت له لو سمحت بص على دي 12، بص على الخليه دي، هيبص وبعدين هيمشي، مش لازم تكمل الشرط. الشرط عندك ايه؟
لو مبيعات المنتج اصغر من 500 هكتب اصغر من 500. اصغر من اللي هي شيفت واو وانا بكتب بالانجلش، وانا بكتب بالعربي شيفت وجيم. طيب اصغر من كام؟ اصغر من 500. كده الشرط خلص. لو سمحت بص على دي 12 كده، شوف الرقم اللي موجود ده اصغر من 500 ولا لا. هو ده الشرط. طب لو الشرط ده اتحقق الاكسل هيعمل ايه؟ هيكتب لي عادي. طيب لو الشرط ده ما اتحققش هيعمل ايه؟ هيكتب ممتاز. خلصنا كده؟ كده احنا خلصنا. ممكن نقول اوكي وتعالى كده نشوف الكلام ده. هو هنا المفروض فعلا يكتب عادي لان دي 200. لو كانت اكتر من 500 المفروض يكتبها لي ممتاز. عايزه اطبق الكلام ده على كل الجدول. هعمل ايه؟ اقف على المربع الصغير اللي هنا ده الاوتو فيل، وبعدين اعمل دبل كليك عليه. بدل ما تقعد تضغط وتسحب اعمل دبل كليك، هيطلع لك الناتج في الجدول كله. فعلا هتلاقي اللي اكتر من 500 مكتوب له ممتاز، واللي اقل من 500 مكتوب له عادي. دالة اف دالة من الدوال المهمه، خلي بالك منها. هسيب لك الرابط لشرح دالة اف ودوال تانية مهمه في وصف الفيديو، ما تنساش تبص عليه. الداله اللي بعد كده داله صم اف. داله صم اف دي بتعمل ايه؟ هو في حد واخد باله من حاجه؟ ايه ده؟ مش الداله دي اللي احنا لسه واخدينها من شويه اللي هي داله الجمع؟ هي داله الجمع لكن بشرط. يعني ايه؟ يعني انا عايز اجمع منتجات معينه مش كل المنتجات. لو كنت محتاج ان انت تجمع حاجه معينه او تجمع بشرط معين، هنا ما بتستخدمش داله صم بس، لا هنا بتستخدم داله صم اف. تعالوا نحل بشكل عملي. انا عايز هنا اجمالي المبيعات للموبايل بس. انا عندي اكتر من منتج وعايز اجمع مبيعات الموبايل بس. طيب هعمل الكلام ده ازاي؟ انا عايز اعمل ايه؟ ما تلخبطش نفسك. انا عايز اجمع صح، يبقى بالصم. طيب صم العاديه؟ لا، ده انا عايز اجمع بناء على شرط معين اللي هو الموبايل. يبقى انا كده هستخدم صم اف. زي ما احنا متعودين هقف في الخليه اللي عايزه اطلع فيها الناتج وهستدعي داله صم اف. هنا بقى هكتب بيساوي وبعدين هكتب صم اف. اول ما بتكتب صم بيظهر لك العيله كلها بتاعت صم، فهدوس دبل كليك على صم اف وبعدين هستدعي مطالب الداله علشان اسهل على نفسي الشغل في الداله. طبعا اتفقنا ان في اكتر من طريقه علشان تستدعي بيها الدوال، لكن دي اسهل الطرق. داله صم اف بتطلب مني 3 حاجات: الرينج بتاع الشرط عندك فين، والشرط ايه، وايه العمود اللي انت هتجمعه بناء على الشرط ده. الشرط عندك موجود في انهي عمود؟ الرينج فين الشرط؟ الشرط والله اللي هو موبايل، بس انا مش عايز الشرط دلوقتي. هو بيقول لي فين الرينج اللي فيه الشرط، يعني العمود اللي فيه الشرط اللي هو ده. انا هقعد بقى اضغط واسحب لتحت؟ لا، ما احنا لسه واخدين حاجه حلوه اللي هي كنترول شيفت سهم لتحت. خلاص كده انا حددت الرينج اللي فيه الشرط. حلو. طب وبعدين المطلوب التاني فين الشرط عندك؟ والله الشرط اهو. انا هجمع بناء على اللي في الخليه دي. على فكره انا ممكن بعد كده اغير الموبايل واخليها كمبيوتر او ساعه براحتي، فانا هاجي اقول له اللي موجود هنا اجمع بناء عليه. يبقى هياخد اللي في جي 12 ويجمع بناء عليه. المطلوب الثالث عندي فين العمود اللي انت هتجمعه بقى. يعني انا خلاص عرفت فين الشرط والرينج بتاع الشرط فين بقى العمود اللي انت هتجمع منه بناء على الشرط ده. العمود ده. فانا هدوس على اول رقم وبعدين كنترول شيفت سهم لتحت ما ننساش. بعدين كده انا طلعت ال3 مطالب اللي هي محتاجاها صم اف: الرينج اللي فيه الشرط، العمود اللي هجمع بناء عليه الشرط. هقول اوكي، هيطلع لي الناتج 15000. انت فعلا لو جبت آلة حاسبة وقعدت تجمع كل مبيعات الموبايلات هتلاقيها فعلا 15000. لو جيت انا هنا غيرت المنتج ده واخترته منتج تاني، بالمناسبة احنا هنا عاملين دروب ليست او قائمة منسدلة. هيظهر قدامكم رابط دلوقتي للفيديو اللي بيشرح بالتفصيل ازاي تعمل قائمة منسدلة، وهسيبه لكم في وصف الفيديو ان شاء الله. طيب انا دلوقتي لو غيرت وخليته كمبيوتر الناتج هيتغير؟ ايوه طبعا الناتج هيتغير بناء على الشرط ده. هو جمع مبيعات المنتج كمبيوتر بس، الباقي لا. لو انا رحت غيرت كده تاني وخليتها ساعه هيغير برضو بناء على الشرط اللي انا حاطه هنا. الداله اللي بعد كده داله كاونت اف. داله كاونت اف مسؤوله عن العد بس بناء على شرط معين. داله كاونت داله من الدوال المهمه قوي في الاكسل وليها عيله كبيره احنا شارحينها في فيديو منفصل. هسيب لكم ليه رابط هيظهر قدامكم على الشاشه، وهسيب لكم رابط في وصف الفيديو مهم قوي تتفرج عليه. وفي اكتر من حاجه ممكن تعدها في الاكسل. انت ممكن تعد خلايا فاضيه، ممكن تعد خلايا فيها نصوص، ممكن تعد خلايا فيها ارقام، ممكن تعد بناء على شرط معين. الحاله اللي قدامنا دلوقتي هو عايز يعد بناء على شرط معين، عايز يعد كام شنطه موجوده هنا في الجدول ده. هو عنده منتجات كتير، عايز يعرف المنتج ده ظهر كام مره في الجدول بتاع المبيعات. ما تلخبطش نفسك. انت محتاج تجمع؟ لا والله انا مش محتاج اجمع. امال انت محتاج تعمل ايه؟
انا محتاج اعد الشنطه دي موجوده في الجدول ده كام مره. هعمل الكلام ده ازاي؟ ادام انت عايز تعد يبقى انت هتستدعي داله كاونت. طب داله كاونت ايه بقى؟ هتستدعي داله كاونت اف. كاونت اف مسؤوله عن العد بناء على شرط معين. طيب زي ما احنا متعودين هنقف في الخليه اللي عايزين نطلع فيها الناتج وهنستدعي الداله، وبعدين هنعمل دبل كليك على كاونت اف. بعد كده بدوس على انسرت فانكشن اللي هي علامه الاف اكس علشان يظهر عندي المطالب بتاعه الداله علشان اسهل على نفسي الشغل في الاكسل. داله كاونت اف بتطلب مني حاجتين: فين الرينج اللي موجود فيه الشرط، فين العمود اللي انت هتعد منه، وهتعد بناء على ايه. يعني انت هتعد ايه؟ اقف في اول العمود، هندوس على شيفت كنترول سهم لتحت علشان احدد العمود كله. بعد كده ايه هو المعيار او الشرط اللي هتعد بناء عليه؟ انا هعد بناء على الخليه دي اللي هكتبه لك هنا، عد بناء عليه. فانا هحدد الخليه دي وبعدين هقول اوكي. هتلاقي هنا الناتج عندي 15. انت لو عديت فعلا الشنط اللي موجوده هنا هتلاقيها 15. طب ثانيه واحده، انا لو غيرت المنتج ده وخليته حاجه تانية هيتغير؟ اه طبعا هيتغير. هيعد بناء على الخليه دي، والخليه دي دلوقتي موجود فيها كمبيوتر فهيعد الكمبيوتر بس. الداله اللي بعد كده داله كونكاتينيت. داله كونكاتينيت مسؤوله عن الدمج في الاكسل. لو عندك جدول فيه الاسم الاول والاسم الثاني وعايز انت اوتوماتيك تعمل دمج للاسمين دول مع بعض، مش معقول هتيجي بقى تكتب الاسم الاول وبعدين الاسم الثاني، دي كده هتاخد منك وقت ومجهود كبير قوي. في طريقتين علشان تعمل بيهم كونكاتينيت في الاكسل. الطريقه الاولى علشان تعمل كونكاتينيت او دمج ما بين اسمين، هتقف في اول خليه وتكتب انت الاسم، اكتب اول اسم بس. بعد كده هتفتح قائمه داتا وتختار منها فلاش فيل. اوتوماتيك هيفهم ان انت عملت دمج للخليه الاولى دي فهيدمج كل الخلايا مع بعض. بيني وبينكم الفلاش فيل هي حلوه وكل حاجه، لكن انت بتستخدمها مره واحده وما بتبقاش معاك على طول في الخليه. لا انا عايز داله تبقى موجوده على طول معايا في الخليه، بحيث ان اول ما اكتب هنا الاسم الاول والاسم الثاني اوتوماتيك هنا يتكتب على طول الاسم بالكامل. طيب اعمل الكلام ده ازاي؟ طبعا مش هتفرق انت بتكتب بالعربي ولا بالانجلش، وسواء انت بتستخدم فلاش فيل او داله كونكاتينيت مش هتفرق انت بتكتب بالعربي ولا بالانجلش. انا عايز استدعي داله كونكاتينيت وعايز اشتغل بيها بس انا ناسي هستدعيها ازاي. اول حاجه هتقف في الخليه اللي عايز تطلع فيها الناتج. ما تنساش الكلام ده. في ناس كتير قوي بلاقيهم يبقوا واقفين في اي حته وساعات يبقوا واقفين في وسط الجدول وبعدين يستدعوا الداله، وده مش صح. خلي بالك، اقف في الخليه اللي عايز تطلع فيها الناتج، دي اول حاجه تبص عليه. طيب والله انا عايز اطلع الناتج هنا وبعدين انا نسيت اعمل ايه؟ استدعي الداله. بدل ما هتروح تفتح انسرت فانكشن وتقعد تدور على الداله، لا استدعيها انت بايدك. اعمل يساوي وبعدين ابدا اكتب اسم الداله. طب ده انا مش حافظ اسم الداله قوي. يا عم اكتب بس اول 3 حروف هتلاقي الداله ظهرت معاك اهي، اعمل دبل كليك عليها هتظهر خلاص. طيب انا عايز استدعي المطالب بتاعه الداله دي، روح دوس على انسرت فانكشن هتطلع لك المطالب بتاعه الداله ومفيش اي مشكله. مطالب الداله بتاعه كونكاتينيت مطالب سهله خالص. بيقول لك ايه هو التكست الاولاني، النص الاولاني اللي انت عايز تدمجه، وايه النص الثاني اللي انت عايز تدمجه عليه. فين النص الاولاني بتاعك وفين النص الثاني؟ النص الاولاني اللي هو ده، والنص الثاني طبعا هروح اقف هنا اللي هو ده. ولو في نص ثالث كل ما انت بتدوس هنا بيطلع اوتوماتيك اختيار زياده علشان تدمج اكتر من خليه مع بعض. طيب انا محتاج الاسم الاول والثاني بس وبعدين قول اوكي. هنا هيحصل مشكله كبيره قوي. حد واخد باله من حاجه؟ مفيش مسافه ما بين ايمان وما بين سعيد. ايه اللي حصل؟ اللي حصل الكمبيوتر مش هيفهم. كونكاتينيت دي داله هي بتعمل زي ما انت بتقول لها بالظبط. انت قلت ادمج لي الخليه دي مع الخليه دي، على فكره هي عملت زي ما انت قلت بالظبط. امال اعمل ايه؟ هو انت في الطبيعي اما بتيجي تكتب اسم وبعدين تكتب اسم تاني بتعمل ايه؟ مش بتدوس مسافه؟ طيب ما تكتب المسافه دي. طب انا هكتب المسافه دي ازاي؟ تعالى نستدعي الداله تاني. يساوي كونكاتينيت، اعمل دبل كليك عليها وبعدين هستدعي مطالب الداله وبعدين فين النص الاولاني اهو. طيب فين النص التاني؟ استنى بقى اوعى تتلخبط تاني. هنا هتعمل مسافه. ايه ده؟ بس كده؟ بس كده مسافه خلاص فاضيه. ايوه مسافه خلاص فاضيه. طيب وبعدين روح على المربع الثالث ده، اختار الخليه الثانيه اللي انت عايز تدمجها مع الخليه الاولانيه، وبعدين لو في نص ثالث هتعمل ما بينهم مسافه، ولو في نص رابع هتعمل ما بينهم مسافه. اوعى تنسى المسافه. بعد ما بتخلص بتقول اوكي. شوفوا كده فهم؟ والله فهم. عمل ما بين الاسم الاولاني والاسم الثاني مسافه، وانا اللي كاتب المسافه دي بايدي. هو مش هيفهم الكلام ده لوحده، لازم انت اللي تكتب له المسافه. علشان نطلع باقي الجدول نقف هنا على الاوتو فيل ونعمل دبل كليك علشان نجيب
بقيه الجدول. طيب هيفرق هنا الكلام ده؟ لا، هو بيساوي وبعدين كونكاتينيت دبل كليك وبعدين هستدعي المطالب بتاعه الداله. فين النص الاولاني اهو، وبعدين هنا هعمل ايه النص التاني؟ لا استنى، الناس اللي قالت مسافه برافو عليك. وبعدين هاجي هنا هختار النص التاني وبعدين اقول اوكي، بعدين اعمل اوتو فيل لبقيه الجدول. الداله الاخيره معانا وهي داله في لوك اب، داله البحث، وهي من اهم دوال الاكسل، يمكن اخر داله هنشرحها بس اهمهم. خلي بالك من الداله دي، مفيش مكان هتروح تشتغل في الاكسل الا لما تبقى محتاج الداله دي معاك. داله في لوك اب هي داله للبحث، انا ببحث عن حاجه في جدول علشان اطلع الناتج في جدول تاني. داله في لوك اب احنا شارحينها قبل كده، هسيب لكم رابط هيظهر قدامكم دلوقتي على الشاشه، اللي حابب يشوف داله في لوك اب باكتر من حاله ممكن يتفرج على الفيديو. لكن خلص الاول الفيديو ده وبعدين روح اتفرج على داله في لوك اب لوحدها. كل الفيديوهات اللي اتكلمنا عنها هسيب لكم ليها روابط في وصف الفيديو. داله في لوك اب بتشتغل ازاي؟ انا عندي جدول صغير هنا وبعدين عايز ابحث عن المنتج الفلاني ده مبيعاته قد ايه والاداء بتاعه كان ايه. احنا عاملين هنا دروب ليست بحيث ان اي منتج هنختاره هيطلع المبيعات بتاعته وهيطلع الاداء كمان. طيب نعمل الكلام ده ازاي؟ الكلام ده هنعمله بداله في لوك اب، داله البحث. احنا هنبحث عن منتج معين جوه جدول كبير، ايا يكن الجدول ده قد ايه، هنبحث جوه الجدول ده عن حاجه معينه. طيب خلينا نستدعي داله في لوك اب ونشوف هتشتغل ازاي وايه المطالب بتاعتها. انا دلوقتي هنكت ومش فاكر اي حاجه ومش عارف اعمل ايه، وقدامك دلوقتي مساله زي كده، مطلوب منك ان انت تبحث في جدول كبير عن حاجه معينه وتطلع الناتج هنا. هنعمل الكلام ده ازاي؟ هنبحث يبقى داله في لوك، لكن داله في لوك اب وانا واقف بعيد كده لا. اول حاجه هنعملها هنقف في الخليه اللي عايزين نطلع فيها الناتج، بعد كده هنبدا نكتب اسم الداله. اول ما بيظهر اسم الداله دوس عليها دبل كليك علشان تستدعي الداله. بعد كده هتروح تستدعي المطالب بتاعه الداله من الانسيرت فانكشن، وهنلاحظ هنا ان في لوك اب طالبه 4 حاجات. طيب ايه هم ال4 حاجات دول؟ ايه الحاجه اللي هتبحث عنها وهتبحث فين؟ هطلع الناتج منين؟ وهطلعه بالتقريب ولا بالظبط؟ احنا هنبحث عن ايه؟ احنا هنبحث عن اللي جوه الخليه ده، ايا يكن اللي هكتبه لك جوه الخليه ابحث لي عنه، هحدده. المطلوب الثاني هتبحث فين؟ فين الجدول اللي انت هتبحث فيه؟ هقف هنا وهروح احدد الجدول. طيب لو الجدول ده عندي كبير هعمل ايه؟ فاكرين لما كنا بنقول كنترول شيفت سهم لتحت سهم شمال؟ هي نفس الفكره. تقف في اول الجدول كده كنترول شيفت سهم لتحت سهم شمال علشان تحدد الجدول كله. طيب المطلوب رقم 3 في داله في لوك اب، فين العمود اللي هطلع لك منه الناتج؟ هنا بقى احنا هنبقى محتاجين نبص هنا، واحنا بنجيب ايه اساسا؟ والله احنا بنجيب مبيعات المنتج. طب مبيعات المنتج في انهي عمود هنا من الجدول اللي احنا محددينه؟ عدوا معايا كده 1 2، يبقى ده العمود رقم 2. يبقى هكتب هنا بمنتهى البساطه 2. المطلوب اللي بعد كده بيقول لك انت عايز اطلع لك الناتج بالتقريب ولا بالظبط؟ لا احنا عايزين الناتج بالظبط. بالظبط يعني هنكتب 0، بالتقريب يعني هنكتب 1. احنا في الحاله اللي قدامنا احنا عايزين الناتج يطلع بالظبط. طيب احنا عملنا ايه تاني؟ هنبحث عن الخليه دي وبعدين هنبحث فين؟ هنبحث في الجدول ده، حددنا الجدول ده. هنطلع الناتج منين؟ هنطلع الناتج من العمود رقم 2 اللي هو مبيعات المنتج. اخر حاجه خالص انت عايز الناتج يطلع بالظبط ولا بالتقريب؟ انا عايزاه بالظبط 0، وبعدين هقول اوكي. هيطلع عندي السياره كانت مبيعاتها 300. لو انا غيرت السياره دي وخليتها كمبيوتر مثلا هتتغير؟ اه طبعا هتتغير. مش عايز مبيعات المنتج بس، ده انا كمان عايز الاداء بتاعه، وكمان لو في علاوه، لو في ضريبه، لو في اي حاجه، انا عايز اجيب اكتر من حاجه. ينفع؟ الفكره كلها اقف في الخليه اللي عايز تطلع فيها الناتج، نفس اللي احنا عملناه هنا هنعمله هنا، لكن العمود اللي احنا هنبحث فيه هو رقم 3 بس، انما هي نفس الفكره. طيب هقف في الخليه اللي عايز اطلع فيها الناتج وهستدعي الداله في لوك اب. ممكن انزل بالسهم كده واما اقف عليها هدوس تاب برضو اكني عملت دبل كليك، وبعدين هروح ادوس على انسيرت فانكشن علشان اجيب مطالب الداله. هتبحث عن ايه؟ فين؟ اطلع الناتج منين؟ وعايزه بالظبط ولا بالتقريب؟ طيب هتبحث عن ايه؟ انا هبحث عن اللي جوه الخليه دي. هبحث فين؟ هبحث في الجدول ده، كنترول شيفت سهم لتحت سهم شمال، وانا مش هبقى حامل هم ان الجدول ده كبير او صغير، خلاص انا عرفت طريقه التحديد. وبعدين فين العمود اللي هنطلع منه الناتج؟ ركز بقى انت بتجيب ايه؟ انا عايز اجيب الاداء، يبقى الاداء ده رقم 1 2 3، يبقى انا هكتب هنا 3. اخر حاجه 0 ولا 1؟ 0. الناس اللي قالت 0 صح، انا عايزه الناتج بالظبط مش بالتقريب. وبعدين هقول اوكي. هيطلع عندي فعلا كمبيوتر كان المبيعات 500 والاداء ممتاز. الناس اللي لسه اول مره
مره تتعامل مع في لوك اب. في اشكال كتير ممكن تعمل بيها داله في لوك اب، زي ما قلت لكم هسيب لكم رابط هيظهر قدامكم تاني على الشاشه. ومهم قوي تعرف التثبيت وانت بتشتغل على في لوك اب، لان ساعات بنبقى محتاجين حاجه اسمها التثبيت. هسيب لكم رابط بيشرح في لوك اب، وهسيب لكم كمان رابط بيشرح التثبيت، ازاي تثبت عمود او صف وانت بتشتغل في داله كبيره زي في لوك اب كده. كل الفيديوهات المهمه هسيبها لكم في وصف الفيديو. وزي ما بنقول دايما، مش كفايه ان انت تتفرج على الفيديو خلاص، لا لازم تطبق. افتح الجهاز بتاعك واشتغل وطبق، وقول لي في التعليقات لو في اي مشكله قابلتك. ولو طبقت ومفيش مشاكل برضو بلغني في التعليقات. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. لو استفدت من الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير علشان غيرك يستفيد. كمان لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك في القناه وفعل الجرس علشان يجيلك كل جديد. اسيبكم في رعايه الله.